تخيل معايا كده يا صديقي انك تصوم 30 يوم وتصلي وتقرأ قرآن، وكل ده يتهد بسبب شوية حاجات صغيرة جدا انت ممكن تكون بتعملها وانت ما تعرفش اصلا. المشكلة يا صديقي مش اننا بنعملها عناد، المشكلة اننا بنعملها واحنا فاكرينها عادي ومش حرام. الفيديو ده مش ليكم انتوا بس، ده ليا انا كمان. اولا كده، كل عام وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان ويجعلنا من عتقائه من النار. انت في حاجات كتيرة قوي ممكن تكون هي حرام وانت بتعملها على اساس ان هي هزار، هي حاجات خفيفة وصغيرة بس بالنسبة لنا احنا، انما هي كبيرة جدا في ان انت تعملها. الغيبة بشكل هزار، انك تغتاب حد من وراه، ده حرام. فما ينفعش انك انت مثلا تبقى ماشي مع صاحبك وتجيبه في سيرة كل اللي انتوا تعرفوهم تقريبا يعني. ينفعش يا صاحبي، حرام، تتحاسب عليها يوم القيامة. فحاول انك ما تختبش حد تاني. اتنين، الموسيقى عموما حرام. بص يا صاحبي، مش هقولك كلام كتير عشان انا مش شيخ، لكن فكر معاه كده. شوف انت عقلك محتاج يسمع موسيقى وفوضى وحاجات زي دي، ولا محتاج يسمع قرآن مثلا في ايام زي اللي احنا فيها دلوقتي دي، او عموما طول السنة. شوف انت عقلك محتاج ايه وانت اضرب نفسك بقى عشان تبقى عارف. انت لما يجي عليك رمضان هتكتشف ان 90% من الحاجات اللي انت بتعملها وبتعصي بيها ربنا، الحاجات ديت مش بسبب الشيطان، الحاجات ديت مش بسبب الشيطان، الحاجات ديت بسبب نفسك. مينفعش انك تأجل الصلاة لمجرد هدف تافه زي ان انت بتعمل حاجة على التليفون. أربعة، الحكم على الناس. انت مش ربنا عشان تحكم على حد، انت مجرد عبد وبتعمل اللي يفيدك انت عند ربنا. فما تفتكرش ان انت عشان صليت او عشان انت متدين فانت مسموح لك انك تهين اي حد او تيجي على اي حد عشان هو مثلا ما بيصليش او عشان هو مش عارف ايه. ادعي له بالهداية، انما ما تجيش عليه وما تحكمش عليه ان هو يدخل النار او الجنة، دي مش بتاعتك. العلاقات عموما، بص يا صاحبي، انا مش هقولك اكتر من ان انت مثلا لو عندك اخت بنت، هل انت ترضى لها حاجة زي كده؟ يعني هل انت مثلا ترضى ان في واحد يصاحب اختك البنت ايا يكن هو مين، ولا بيكلمها ازاي، ولا بيصحى تصلي الفجر ولا لا؟ انا مش شيخ، زي ما بقولك انا مش شيخ، انا واحد عادي جدا طالع بس انصح نصايح، والنصايح ديت قبل ما تكون ليكم فهي ليا بس. ستة، ودي من الحاجات المهمة جدا، الجهر بالمعصية. بص يا اسطى، زمان كانت الناس بتستخبى لما بتعمل حاجة فيها ذنب او لما بيحسوا انهم عملوا حاجة حرام، انما دلوقتي احنا بقينا بنستعرض الذنب كأنها حاجة حلوة جدا، واللي هو ايه، ايوه يا اسطى رايق يا اسطى، ايه يا اسطى، ايه يا اسطى، ايه يا اسطى دي اصلا، انت فاهمني؟ يعني انا ليه اصلا بجهر بالمعصية؟ يعني يعني احنا في زمن دلوقتي بقينا مش عايشين بيه في زمن الفتن بس، احنا بقينا عايشين في زمن ان اللي بيجهر بالمعصية ده كده كأنه بيعمل حاجة حلوة، واللي بيجهر بالمثلا، يعني اللي بيجهر الحاجة الحلوة، مثلا واحد مثلا بيتصدق، انت بتشوف ان ده كده رياء. طب يا اسطى، يعني ده ولا مثلا اللي بيجهر بالمعصية؟ فانت ما تخافش انك انت تجهر بحاجة حلال او بحاجة خير، بس خاف انك تجهر بحاجة معصية. انت ما ينفعش تجهر بالمعاصي اصلا، ده ذنب كبير قوي. اياك ثم اياك ثم اياك يا صاحبي انك تحط في دماغك كلمة الناس كلها بتعمل كده. بص، انا هقولها لك بطريقة مدرس قالها لي قبل كده. تخيل كده ان انت كل حاجة حرام بنشوفها في حياتنا بنيجي نتكلم عليها بنقول الناس كلها بتعمل كده. طب هات لي حاجة واحدة حلال ونقول عليها برضو الناس كلها بتعمل كده. ايه؟ هل عندكم رد؟ هي اليأس من التوبة. المشكلة مش في انك بتعصي ربنا، المشكلة هي انك تبطل تحاول ترجع لربنا.
خليك عارف يا صديقي ان انت تقدر ترجع له، وان ربنا غفور رحيم وممكن يسامحك على اي حاجة. فما ما تستقلش برحمة ربنا، رحمة ربنا واسعة جدا. فيعني مش عارف اقولك ايه، بس لا تيأس من رحمة الله يعني. لو لقيت نفسك في حاجة من دول، ما تقفلش الفيديو زعلان، لا، ابدأ صفحة جديدة مع نفسك، وفكر من دلوقتي انت عايز تعمل ايه وتتوب في ايه، وارجع توب لربنا، وربنا سبحانه وتعالى هيسامحك ان شاء الله. وما تنساش تكتب لي كومنت عن اكتر نصيحة اثرت فيك، او تكتب لي انا كومنت نصيحة ليا انا لواحد اخوك، وتبعت الفيديو لاكتر واحد انت شايف ان هو ممكن يستفيد من الفيديو ده. وسلام. تخيل معايا كده اولا كده، كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير.